الصفات اللي بتخلي الراجل يفكر فيكي كزوجة مراته في بيته، مش يمشي معاكي يومين. تعالي معايا في الفيديو ده واسمعي الكلام اللي انا هقوله، ولو الصفات دي مش فيكي خليها فيكي. I don't have time. رقم واحد، في بداية التعارف لازم يشوف ان انتي محافظة على نفسك حتى منه. يعني ايه يا امل؟ يعني الدنيا ما تبقاش سداح مداح، الكلام في حدود، مفيش انه يقرب منك خالص، مفيش ان اي حاجة تتعدى، مفيش شغل ابعتيلي صورة وفيديو والكلام الرديء ده انسيه خالص، شيليه من ذاكرتك. طالما قالك افتحي الكاميرا اعرفي انه مش تمام، واعرفي انه مش جاي في جواز. وانا قايله لك كذا مرة المحتوى ده مفيهوش حاجة شمال، المحتوى ده كله you don't have time. واخده بالك معايا؟ النقطة الأهم بعد ما تحافظي على نفسك وتباني في عينه إن أنتي محترمة. ليه بقى؟ لأن الرجالة بطبيعتها شكاكة، وبطبيعته عايز يخرج الشغل ويروح كل حتة ويجري في الدنيا، ومراته في البيت تصلي وتسجد. حتى لو هو شمال، بس المهم إن مراته تبقى كده. فبيحطك في اختبارات اوعي تفشلي فيها. انا عامله لك الفيديو ده عشان ما تفشليش اهو، كتر خيري، يعني اعمل لك ايه اكتر من كده؟ فرقم واحد، بتحافظي على نفسك، مفيش ان انت تتعدي الحدود، ولا تفتحي فيديو كول، ولا تبعتي صور، ولا الكلام يروح في اي حته شمال. يا بت الشمال ملناش فيه. رقم اتنين I don't have time. تعالوا معايا. طيب حافظنا على نفسنا يا امان وظبطنا نفسينا وبينت ان انا شيخه ودخلت الاسلام او وات ايفر الديانه بتاعتي عشان محدش يزعل. طيب تمام، حصل. رقم اتنين، لازم يشوف ان انتي مسؤوله. ما يحسش ان هو هيتجوز طفله مسؤوله. يعني هتتحطي في البيت، تشيلي البيت، تشيلي مسؤوليه بيت، تشيلي مسؤوليه اطفال، تشيلي مسؤوليه راجل. لازم يشوف في عينك حاجه زي دي. يعني حتى لو انت مش كده، حتى لو انت عند مامتك كنت ما بترفعيش كوبايه الميه من مكانها عادي، كلنا كده، بس لما اتحط في بيت لازم اعمل بيه. وقلت لك في كذا فيديو، الست ست في كل حاجه، مكان ما تتحط تسد. اتحطت في مطبخ تسد، اتحطت في بيت تسد، اتحطت في شغل تسد، اتحطت مع راجل تسد. لازم تبقي في اي مكان بتسدي. لو انت ست حاجه واحده تقع منك انت مش ست. فلازم يشوف في عينك المسؤوليه، وان انت عاقله ورزينه وناضجه، مش خفيفه ومش اقل حاجه تعيطي. النكد انا قايله لك النكد لا، النكد بيوترهم. النكد كذا مره قايله لك، وقله كلمه حاضر. قايله لك قولي حاضر حتى لو مش هتعملي الحاجه، انا هخليكي تعملي اللي عايزاه، بس قولي حاضر. الاهم من ده كله لازم تكوني ناضجه بالنسبه له. لازم يبصلك بصه هي دي اللي هتتحط في بيتي وهتعرف تشيل اسمي. الحاجات دي لو مش فيكي حاولي انك تمثلي وتخليها فيكي لحد ما يدخل القفص. شيروا الفيديو.